السلام عليكم، كيفكن صبايا؟ شو أخباركم؟ اليوم طلبيتنا منزلة بأسود، رح ورجيكم طريقتي كيف. وأكيد لا تنسوني من الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول اشي أنا قطعت بصلة كبيرة وحطيت لها زيت وقليتها شوي، وبس تدبل عندي البصلة ضفتلها نص كيلو لحمة. اللحمة مدهنة شوي، مدهنة عادي يعني. هاي أول مرة دهنة اللحمة، عفوا بتعذبني هيك. يمكن لأنها متلجة شوي. فبطول بالي عليها وبقليها كتير منيح لحتى تاخد اللون وتستوي منيح. وبس تستوي عندي اللحمة بضيف عليها الملح والفلفل. هالأكلة في عالم بتحبها بتاكلها بالخبزة، وفي عالم تعمل قدامها رز. أنا بصراحة بالطريقتين كتير بحبها. فهون كمان الجماعة اللي طلبوا مني الأكلة بدهم إياها بزيت الزيتون، بس أنا للصراحة نسيت حط للحمة والبصلة زيت زيتون. حسيته زيت الزيتون بغير طعمة الأكل شوي، يعني بالزيت الأبيض يعني أخف نكهته شوي. أنا من جهتي بحبه أكتر بالزيت الأبيض، بس هو الصحّي أكتر زيت الزيتون طبعًا. وهلّأ عندي كيلين باذنجان. هاد الباذنجان مصري يمكن اسمه العروسة أو هيك. فبقشره بهي الطريقة. لأ هو حجمها وسط، لا صغيرة كتير ولا كبيرة. وباجرحها من النُص، هذا الجرح البسيط. أنا باجرحها هاد الجرح لحتى وقت بنقليها بالزيت ما تغِب زيت وتنفجر. تمام؟ أوقات تلاقوها انفجرت وبنتعبى زيت وبنحترق، بعيد الشر عن الجميع طبعًا. فوقت بتجرحوها بهاي الطريقة هي بتضمنوا إنه ما عاد تنفجر بإذن الله تعالى. وهلأ بقلّبن وبس ياخدوا هذا اللون بشيلن. شايفين لونها ما أحلاه؟ يا سلام! أنا بجد كتير كتير باحب الطبخ وباستمتع وقت باشتغل فيه. انتو مثلي صبايا؟ اكتبوا لي إذا كنتوا مثلي. وهلأ صارت مرحلة الحشي. طبعًا الباذنجانات كتير سخنين، فعم بامسكن شوي شوي وباحشيهم. شايفين والّا أسهل من هيك؟ وبصفّن بقلب الصينية. كل ما أمسك وحدة بالاقيها متل النار. بردنا اللحمة والبصلة ونسينا نبرد الباذنجانات. انتو فيكن تستنوا عليها لتبرد، بس أنا مستعجلة بدي أخلّص الطلبية بسرعة. شايفين ما أحلى هالمنظر؟ يا سلام! بجد هالأكلة بتشهي. لمّا كنت صغيرة ما كنت أحبها كتير لإنه كانت طالع لي حبوب بتمي، ما بعرف بعد ما كبرت يمكن نوع الباذنجان اختلف أو شي ما بعرف. وهلأ بزينها بشرحات البندورة والفليفلة الخضرا. بإمكانكن تضيفوا عرق فليفلة حد بتعطيها طعمة كتير كتير طيبة، بس أنا عندي ولاد ما بسترجي.
وهي الشرحات الفليفلة، يا سلام على هالمنظر ما أحلى. بذمتكن في أسهل من هيك أكلة؟ وهي طبعًا أنا باضيف مكعب ماجي، يلي ما له ضايقة بالماجي يا ريت تدوقها، عن جد طعمتها رهيبة. ومنضيف رشة ملح ورشة فلفل أسود، وبس هيك. آخر الشي منغمرها بالمي ومنح نضيفها على الغاز. طبعًا لا تحطوها كتير على الغاز لحتى تغلي وتستوي وتدوب، ما بدها أبدًا، عياري 10 دقايق غلوتين وبس. وهيك كانت النتيجة معي. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.